السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في معلومة مفيدة مع نام. النهاردة حبايبي جايبه لكم طريقة تخليل الليمون بطريقة جميلة جدا عشان في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. انا جبت الليمون اهو زي ما انتم شايفين، صغير، نقيته صغير علشان ممكن تنقي كبير عادي، هيبقى طعمه مسكر ولا فيه اي مرارة ولا اي حاجة. شوفوا انا جبته اهو وغسلته كويس جدا وحطيته عشان يغلي. هي بس يا حبايبي شوفوا المية بدأت تنمل، هي بس غلوة واحدة، هي بس غلوة واحدة حبايبي، غلوة واحدة بس. هتحسي ان الطعم جميل جدا. هقولكوا تعملوا ايه بعد الغلوة دي، حاجة كده يعني بصراحة هتعجبكم وهتستغربوا لها. بس الليمون في النهاية ما بيبقاش فيه ريحة المرارة نهائي، وطعمه بيبقى جميل احلى من مليون زيتون. وهيبقى يعني شكله هيعجبكم، كله لحمة حتى صغير او كبير، هيبقى جميل جدا يا حبايبي. احنا بس هنخلي المية دي تغلي غلوة واحدة. اهي المية بدأت تنمل اهي، ناخد بالنا ما نسيبهوش يتهري. شوفوا اهم حاجة هنحتاج المية ديت، المية تبقى نضيفة زي الفل عشان هنحتاجها في التخليل. لازم نغسله كويس ونحطه في المية دي. هي غلوة واحدة يا حبايبي. اهو يا حبايبي بدأ يغلي زي ما انتوا شايفين اهو، ولون الليمون بدأ يغير. كل سنة وانتوا طيبين، عشان المخللات دي طبعا بنحتاجها في رمضان، الزيتون والليمون والخيار والجزر. بس ده يا حبايبي هيعجبكم جدا، تحفة. انا بحب ده عن الزيتون، بيبقى طعمه جميل اكنه طعم المحلات بالظبط، وطبعا انضف واطعم. مش بتلاقوا في المحلات محطوط البطرمانات على الرف، ولون الليمون بيبقى ميته كده بيبقى باين فاتحة، والطعم بيبقى جميل. هنشوفه ان شاء الله هيتعمل ازاي بالمية دي. هي الطريقة دي يا حبايبي اللي انا بعملها في الليمون دايما بعمل الطريقة دي عشان بحس ان الليمون مفيهوش مرارة ومسكر وطعمه جميل جدا. هنا حبايبي جهزنا مصفى وبولة كبيرة عشان نصفي الليمون. وهنا بدأ يغلي اهو يا حبايبي، بدأ الليمون يغلي. هي دقيقة بس بالكتير او دقيقتين، عشان لما بيغلي بيفتح على طول. بصوا حبايبي رجعت لكم بعد ما بدأ يغلي اهي يا حبايبي. شوفوا لونه بقى جميل ازاي، الاخضر بقى اصفر كمان ازاي اهو يا حبايبي. هما دقيقتين بس ونصفيه. ليه بقول دقيقتين بس؟ علشان الليمون لما تخليه دقيقتين او يغلي غلوة بس واحدة وتشيليه بيعيش، بيتخلل ويعيش، يعني يقعد فترة محتفظ بشكله تحس ان هو ما تهراش. هو كده يا حبايبي الليمون خلاص كده، هنشيله بقى ونصفيه وارجع لكم. كده فات دقيقتين، ما نطولش يا حبايبي الغليان. يلا هصفيه وارجع لكم. اهو يا حبايبي صفيته اهو، اهو يا حبايبي اهو. نشيل المصفى كده اهو كده بقى، نسيبه يبرد خالص وارجع لكم. الليمون اهو يا حبايبي بعد ما اتصفى خالص اسيبه يرتاح خالص والسخونيه دي تروح منه خالص. هوريكم بقى ميته الجميله. ودي الميه بتاعته يا حبايبي، شوفوا لونها جميل ازاي، مغسول ومنضفين وما فيهاش اي حاجه وحشه اهو يا حبايبي. اسيبها رخرة تبرد على الاخر، واخدين بالكم يا حبايبي؟ شوفوا لونها جميل ازاي. وعشان ما اطولش عليكم الفيديو يا حبايبي، هرجع لكم لما يبردوا خالص ونشوف هنعمل ايه. هنا يا حبايبي جبت بطرمان او اي علبة بلاستيك، وهحط فيه الليمون بعد ما برد. لمينا بقى كده، شوفوا بقى مليناها على الاخر ازاي. يعني تحاولي ان عشان الغطا بس يتقفل، لو ما اتقفلش لا لازم تقفلي الغطا. مليناها على الاخر. سواء بطرمان او اي علبة بلاستيك، انت غطاها يبقى كويس مقفول محكم.
بعد كده يا حبايبي بقى التكايه الحلوه بقى اللي احنا هنعملها اللي هتخلي الليمون مسكر، هنجيب ميه الليمون ونحط عليها الملح الايه الحوض اللي احنا هنعمله، الحوض اللي احنا عايزينه نحطه على ميه الليمون، نحدقها وبعدين نحط على ايه الليمون اللي انتوا شايفينه ده. هو ده اللي بيخلي طعم الليمونه مسكر وجميل جدا، اطعم من اي محل، لاني عملتها كده كتير. هو ده طريقه التخليل الصح والسهله والطعم الجميل. نجيب يا حبايبي بقى ميه الليمون لما بردت ونحطها على الليمون. قبل ما نحط الميه يا حبايبي عايزه اعرفكم ان الليمونه زي ما انتوا شايفينها كده صحيحه، ولا اتقطعت ولا اتفتحت ولا اي حاجه، لاني حافظنا ان احنا نتابعها وهي بتغلي غلوه واحده بس عشان ما تتفتحش. كده بقى الليمون تدوقي ليمون جميل جدا وطعمه خطير وروعه، ولا تتهري ولا اي حاجه. هنا بقى حطينا ميه الليمون ونحدقها الحدق اللي احنا ايه عايزينه، بعد طبعا ما بردت خالص، ونروح حاطينها على الليمون. بس كده، هو دي طريقه تخليل الليمون باسهل طريقه، وطعم هيعجبكم جدا. سيبوه بقى ايه شهر، هو ده الشهر، من 25 يوم ل 30 يوم هتدوقي بقى اطعم ليمون دقتيه، ولا يعني بصراحه هيعجبك جدا. الطريقه دي هتفضلي تعمليها على طول. اتمنى يا حبايبي تجربوها وهتعجبكم جدا. اهي ميه الليمون كده لما تدوقيها هتقولي ده مره، لكن في الليمون مفيش اي مراره هتدوقيها في طعم الليمون نهائي. هنا يا حبايبي بقى هنحط ميه الليمون اهو يا حبايبي، مليناها على الاخر اهو زي ما انتم شايفين، على الاخر خالص اهو. بصوا مليناها ازاي على الاخر اهو اهو زي ما انتم شايفينها كده. وبعدين بقى نحط كيس ونغطي الايه البطرمان حلو كويس محكم، او اي علبه بلاستيك. بصوا يا حبايبي ده كيس بقى، بصوا الهواء فضيته خالص منها بحيث اهو، بصوا يا حبايبي بحيث ما فيش اي حاجه. بس كلي منه بعد شهر ودوقي بقى احلى ليمون. اتمنى يا حبايبي تجربوا الطريقه دي، هتعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.